أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركادين مبين حديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين صد نوت یک. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برن عزیز درس آمیاش بریا ودا و چند درسش بریا ودا جی ما بحثا جنازه دیگرا که تشیع کرنا پیرا چوینا جنازه را خیرا چوانه و میجا مریا میجا جنازه چوات کردن چه دعات خواندن ما اف بحث دیگر ام گوها بی سر بحثك بچوك يعني في بحث مازن دول في بحث مازن دول بحثك بچوك چي يعني في بحث مجرى بجن باب تعجيل قضاء الدين عن الميت. بحث هل در حق دين دارينو جبر ميتي و يعني ميتك يعني انسانك دين دار چابش في دنياه مو زيكو دينوي بده بشتي مري همان برنامج مدينوي زي بده والمبادرة إلى تجهيزه مو زيكو بيبينه زيكو بشوي كفن بك وريك مقبرة إلا أن يموت فجاءة بلا مو زيكو بشوي وبحق بك كفن بك بشرطكو نا فجأة يعني ولي جهد أمر خده كده يعني اگر نخواشی که اود امر خده کرده زوکو لیوا هکه مثلا بجی قلبوی سکنی به یعنی ولی مرنو فجئی یعنی یا آنی مرنو ولی مربه بس که مو مهلت بدته بلکه دلوی بوری به بلکه لیسا حشار به بس حش حمد خواه بس که مو مهلت مدته که مهلت بدته نخوایده جهدمو حق بکه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. هكا فجاءة مربه بلا مو بشك مهلة بدته حتى مو بظن محقق أمر خودك يقينا أمر خودك حديث نهصد چلوسسه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هات نقل كرن اویجش پیغمبر خود نقل کردیا کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هولی گفت یا نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضى عنه. جان مؤمنی روح مؤمنی بر دین ویدا هسیره بر دین ویدا هسیره هلاوستیا دولقاندیا یعنی نوچ جه خوا حتی یقضى عنه حتی کو دینوی نداین حتی کو دینوی بداین هنگه دمینه حر هنگه که یه بچی کده ملیاکت دبنوده حتی دینوی نه داین معلقه ولی بحواوا دولقان دیا حتی دینوی بداینش بروا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اف حديث الترمذي نقل كليا وتي حديث حسنه يعني قنجه رنده نزعيفه. حديث نهصد چلو وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مريضة. إيش حسين كوري وحوح وتنقل كران كو طلحة كوري براء نخوش كان بيجي طلحة كوري براء أو جناب الصحابي كان نخوش كان فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. پیغمبر خدا هات سردانوي هات زيارة نخوشي فقال إني لا أرى طلحة إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. بشي دركات قال أس علامات مرنل طلحة را دبينما يعني طلحة يأمر مرنية يعني علامات مرنة براد خوين فآذنوني به وعجلوا به. وقت أمر خديك يبان كنما وعجلة لبكن يعني بلا وقت أمر خديك جهده يعني حق بكن وتجهيز بكن بشوين أو بكن يعني عجلة بكن فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نا بابتا نا مناسبة كو طرم يعني جنازة طرم مؤمني
مو بهله مو حفظ بك بهله نوف أهل مولوي دا يعني زيكا مو بحق بك ببا سر رياوي ببا مخبره لا ينبغي نبابته لجيفة مسلم جيفة معناه طرب يعني طرب وجنازة مسلماني أن تحبس بتسكناندن بين ظهراني أهله نقبا أهل مولوي دا اف نبابته بلو يعني زيكو حق بكن مو حق بكن ببا رواه أبو داود اف حديثه أبو داود نقل كريا خود جرازي باب الموعظة عند القبر باب الموعظة عند القبر بحث هل در حق نصيحة لسر قبره يعني وقت یک دفنان دیا و شرطی است سر قبروی که عالمک به و یک متقی به وعظ و نصیحت الانسان بکه ولی وعظی کرد حديث 945 عن علي رضي الله عنه قال امام علي هو تناقل كريم خد جراز بقوتيا كنا في جنازة في باقي الغرقات ام سر جنازة كبي سر تربو ميت كبي المقبرة باقي الغرقده يعني جنة الباقع بيجن جنة الباقع باقي الغرقده ام سر تربو سر قبره ميت كبي نيكو و شرط بين فأتانا رسول الله فقعد پیغمبر خود هاد برينشت وقعدنا حوله امجر نشتي دوراوي ومعه مخصرة دستويدو كوبالك هبي دستويدو كوبالك هبي ام شفيك هبي وجعل ينكت بمخصرته ولي سر كوبالك ارت خيز كوندو ولي خب نبخيز كوندنا عردم جلبي ثم قال باش نجي قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ما منكم من أحد تكش هواتنينكو إلا وقد كتب مقعده من النار جهوي الجهنم دا ويرا نهد بنويساندن يعني القدر ويدا هيا كأهل جهنمية كأهل جنتها أو الأول دا أو نويساندن أزل دا ومقعده من الجنة كل جنة دا جهوي يعني أو أهل جنة وكأهل جهنمية أو القدر ويدا نفيسيا فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا بجو ما قول يا رسول خده نخواهم به الأم خواه دفش خبر دی خواه به الخما قدر خوا که قدر ما ببکیده هم أهل جهنم بيش خواه عمل أهل جهنم ببكي هم أهل جنة عمل أهل جنة ببكي أم خواه به ام پشت خواه قدر خوا گرفت دی ام خواه نعيشي فقال پیغمبر خود هولی بود فعملوا نخير اعملوا عمل بكن خواه بيشينن يعني القنجه را عمل بكن فكل ميسر لما خلق له هر کس کاش بود چه حال به خلقاندن خوده و ریل بر سهل بگه خوده و ریل بر سهل بگه یعنی هون نزان القدر هوا دا چه نویسیه چه ها نویساندن و همیتش خود آلا زانه که مون اهل جنت به اهل جهنم به همی خود زانه و همیش قید کریه لبله ام بنزانی ام چون که ام مادم که ام بنزانی نخواه ام قدر زانی نخواه و عمل بکی خواه به اشینی خواه بواسطینی که عاقبت هم چه سرچه او نعایده میا یعنی هر کس خود روی بر سهل بکه بله باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة بشهادة الحق بشتي دفن کرنا ميتي مو دعا جرا بکه مو مدتك يعني قدرك سرتر بابي قبروي بسكنه وده بسكنه روين وده للدعاء لهوش بو دعا كرنه والاستغفار والقراءة جبو دعا كرنه جبو استغفار مو يا ربي توي ببخشني تعفو بكي عبد خوا ومو القرآن السر بخوينه بحث هل در حق ودايا حديث 946 عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله يعني أبو عمرو هو تناقل كنا هنقولتها نوبوي يعني كنيوي أبو عبد الله وقيل أبو ليلى هنجيبوتها أبو ليلى عثمان بن عفان عثمان كره عفان يعني إمام عثمان شوي هو تناقل كنا قال إمام عثمان قلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه پیغمبر خود
وقت دفن کرنا میت که خلاص بیا وقت میت دفن دکران و دوشارتون القبر دا او عش خلاص بیا وقف عليه مدت كل سر قبر بيد الساكنية وقال ودقوتا استغفروا لأخيكم اش برای خواه مسلمان را استغفار بکنه و طلبه یا مغفرت بکنه بخشاندن عفو کرنا خوده بکنه و سلو له تثبیت بیجا جرا دعا بکن که خوده لنگوی نشامتینه همبری سؤال منکر و نکیر دا سؤال قبره هیا همبری و سؤال دا خوده بی ثابت قدم بکه قدم بی ثابت بکه وی نشامتینه و نخلته فإنه الآن يسأل أونه القبر دا بر سؤاله يعني ملياكات سؤال جيدي كنا رواه أبو داود في حديثة أبو داود نقل كليه خدش راضي به بله باب صدقة على الميت نقل ما حديث سراوت حديث 947 وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عمرو كره عاص نقل كرن قال قلتيا إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحروا جزورون إذا دفنتموني وقت أسمر ما هو أسبة شرط ما هو دفنان ما فأقيموا حول قبري مدتك دور قبر ما بسكنن قدر ما تنحروا جزورون مدتك دوی به سرجه کرن و یقسم لحمها گوشته به بلاف کرن و حتی هون حیوان که دوی که شرجی بکی و گوشته بلاف بکی که چقا مدت مثلا نزدیک ساعت که نیم ساعته 40 دقیقه او قصه سر قبر من بسکنن حتی استأنس بكم حتی که بهنام بهوا درکوه و اعلم ماذا اراجع به رسول ربی حتی که از بزامم از چو جواب سؤال ملیا کتاب بدم قاصدن رب خواه از جواب سؤال وا بدم از بیرا خوابینم هون نکمه بی بهنامه یه بهوا درکبه رواه مسلم و قد سبق بطوله اب حدیث امام مسلم نقل کیا و بالی دریجاهی اب حدیث جهدایه امام مسلم قال الشافعي رحمه الله امام الشافعي جهولي قالتا ويستحب ان يقرأ عنده شيء من القرآن مستحب خير سنة هنج قرآن سر قبر ميتي بخواندن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا حتى قرآن بختم کرد مثلا امجي سه انسان هلی که جزود که بخوینن سر قبر ميتي اب تشسبحيا ابجي تشتكرنده باشه خوشکو برندلال بلا بده بسکنه حتی درسی که میاده ببینه خیر و خوشیه دا